وازاي تقدر ان انت تنجح في دراستك وفي نفس الوقت تشتغل وتبدع في شغلك. اول حاجة لازم تركز على التوازن، اختار شغل يكون اونلاين، يكون مرن، ساعاته مرنة تشتغلها في الوقت اللي انت تحبه، مش تبقى محكوم بساعات معينة من 8 ل 3 وهكذا، لان ده بيبقى مجهود عليك. تاني حاجة لازم تنظم وقتك بذكاء، حاول تكتب جدول اسبوعي ما بين المذاكرة والشغل عشان تقدر انك توفق ما بينهم. اوعى ثم اوعى ثم اوعى تخاطر بدرجاتك. لو حسيت ان الشغل بيأثر على مذاكرتك او على درجاتك وقف شغل فورا. نصيحة برضو انك تختار شغل يكون قريب شوية من تخصصك لو انت بتحب تخصصك، لكن لو انت تخصصك مش اكتر حاجة انت ميال ليها حاول انك تدور وتكسبلور مجالات تانية بحيث ان انت تدور على شغفك. هل انا شخصيا انصحك انك تشتغل وقت الدراسة؟ في النهاية الشغل اثناء الجامعة مش مناسب لكل الناس. لو انت تقدر انك توازن وتستفيد انصحك طبعا انك تشتغل، لكن لو حسيت ان دراستك بتتأثر انصحك اجل شغلك لفترة تانية. وانتوا برضو قولوا لي رأيكم، تشتغل وقت الدراسة ولا تركز في دراستك احسن؟ اكتبوا رأيكم في الكومنتس.